عندنا في منطقة شبين قناطر بعض البؤر الإجرامية. بعض البؤر الإجرامية دي متمثلة في بعض مناطق منها كوم السمن والجعفرة والقشيش والحزانية ونوى وبعض الأماكن الأخرى المحيطة بها. بدأ يبقى فيها عناصر إجرامية شديدة الخطورة. بدأت وزارة الداخلية تركز على العنصر الإجرامي نفسه شديد الخطورة لضبطه وتقديمه ليد العدالة وإنفاذ القانون في مواجهته، للحد من الحوادث، سرقات الإكراه، سرقات بالإكراه اللي بتحصل على الطرق. وباتباعنا وبتنفيذ سياسة الوزارة دي منذ قدومنا إلى مديرية أمن القليوبية بحمد الله وفضله، بدأنا ننفذ المنظومة دي، بإن احنا بنحدد العنصر ونبدأ نعمل عليه إجراءات تحريات وتقنين إجراءات ومداهمة للضبط. نجحنا في كثير من الأسماء. منهج اتخذته وزارة الداخلية وقطاع مصلحة الأمن العام اللي أنا شرفت برضو بالعمل فيه، وطور أدائي في هذا المجال. إن أنا بدور على العنصر الإجرامي، الخطر هو المهم، وبالتالي العنصر لما بيتقبض عليه وبيتعمل له إجراءات جنائية صح ويقبض عليه ويتقدم للنيابة العامة، المواطن بيستريح منه وأنا بستريح إنه بأنفذ عليه القانون فيما يرتكبه من آثام وجرائم وإضرار بالمواطنين المصريين. الحملة بتاعت امبارح تم التجهيز لها معرفة إدارة البحث الجنائي وبعد مدارسة وتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي. كانت الحملة مستهدفة بعض الوقائع في بندر شبين قناطر، منها مشاجرة في موقف شبين كان أصيب فيها بعض الأشخاص، واحد اتخانق فضرب، جاب بندقية آلي وضرب، أصاب بعض المواطنين وهرب وما كانش اتظبط. تم تحديده وضبطه ببندقية الآلي. تم استهداف بعض بؤر المخدرات والهيروين وتم ضبط بعض المتهمين. تم ضبط بعض المتهمين الهاربين من مدينة بنها ومقيمين ومتواجدين هناك على انهم في منأى من القانون. 2 مطلوبين هنا في قضايا سرقات بالإكراه في بنها، وراحوا قعدوا هناك لما ضيقنا عليهم الخناق في بنها لضبطهم، راحوا هربوا وقعدوا في شبين قناطر باعتبارها بؤرة والبوليس لا يداهمها، وملاذ دي والبوليس ما بيداهمهاش كتير. تم ضبطهم ومعاهم سلاحهم ومعاهم، ودول برضو متهمين في قضايا سرقة بالإكراه، إلى أن جت معلومة لأن أحد هاربين من السجون العمومية ومحكوم عليه هارب في قضية قتل ب10 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، إنه دخل بيته حوالي الساعة 6:30 الصبح. قامت قوات الشرطة بمحاصرة البيت، إلا إنه تعامل مع القوات من داخل البيت. الإصابات اللي حصلت طبعا تعامل بإطلاق نار كثيف هو وأخوه بمندقيتين آليتين. أصيب عندنا ضابط الأمن المركزي ربنا يشفيه، وأصيب 3 مجندين من قوات الأمن المركزي و2 أفراد شرطة سريين من قوة مركز شبين قناطر. تم نقلهم جميعهم إلى مستشفى الشرطة في العجوزة، ونتيجة المداهمات وتبادل إطلاق النار أصيب المتهم الهارب وتوفى رحمة الله، وتم ضبط شقيقه وضبط بندقية الآلي بتاعت المتهم اللي كان بيضرب بيها المتوفي، وضبط وأخوه ببندقية آلي، وأخوه سبق اتهمه برضه في عدد 6 قضايا قبل كده. الاتنين اتظبطوا واتعمل محضر اجراءات وقدمت للنيابه العامه. اعتقد المواطن لازم يكون حاسس ان احنا بناخد خطوات ايجابيه نحو الامام، يعني احنا بناخد خطوات ايجابيه وبننزل كل منطقه. النهارده مفيش منطقه في القليوبيه مستعصيه على قوات الامن، كل المناطق بننزلها، وكل المناطق بننزلها بكثافه وبقوه، واي تعامل هنرد عليه بمنتهى القوه. اي تعامل ضدنا ده احنا في حاله دفاع شرعي عن النفس هنتعامل معاه بكل قوه. كل ضباط الشرطة وأفراد الشرطة هم أقسموا أنهم يحموا هذه البلاد في قسم التخرج، وبالتالي فاحنا بنحمي هذه البلاد
لا يعنينا أي شيء غير الله، وإن احنا بنحمي وطننا وبندافع عن حقوق المصريين وبنقلص الجريمة بما استطعنا به من قوة. راكب جود عاشور فتحي من قوة مباحث مركز شبين قناطر. والله كانت مأمورية لعيال بلطجية وشبيتوا عربيات ونزلنا لهم على أساس إن ربنا برضو يكرمنا ونجيب الناس ديت. فبعد ما خبطنا دخلنا البيت، الواد جوه هو واخوه معاهم كل واحد بندقية، قابلونا على طول بضرب النار. الحمد لله ربنا سترها الحمد لله، يعني ما احنا زعلانين ولا في حاجه الحمد لله. بالنسبه لنفسيتنا احنا هننزل تاني وتالت وان شاء الله ربنا يقوينا عليهم باذن الله. يعني الجهد اللي بتقوموا بيه الناس كلها شايفاه وحساه، لو حابب توجه رساله للمواطن في الشارع تحب تقول ايه؟ احنا نفسنا بنتمنى ان الناس تكون معانا، بس يعني الناس معانا ديت عندنا بالدنيا. طبعا يا عم، يعني ايه الناس ديت لما الشعب لما يسندنا احنا نديله اكتر واكتر، لان دي حاجه بتشجعنا على الشغل طبعا. وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل الله يسلمك يا باشا، الله يخليك. عريف سري وائل عبد المغني جلال محمد. الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده وقدمنا شغلنا على اجمل وجه، والناس ديت تقدر تقول ان هم من اجرم الكرة الأرضية، لأن الناس ديت بتقوم الفجر الصبح بالليل للظهر، تثبيت في جميع العربيات، تثبيت في جميع الناس اللي ماشية رايحة شغلها. وإحنا لو متنا حتى إحنا نحمد ربنا الحمد لله. والحمد لله المديرية عندنا شغالة ليل ونهار، مديرية أمن القليوبية شغالة ليل ونهار الحمد لله. لو حابب توجه رسالة للناس عشان تساعد الشرطة وتشوف قد ايه انتوا بتقدموا تضحيات وفداء للوطن، تحب تقول للناس ايه؟ احنا عايزين بس يساعدونا في الشارع مش اكتر من كده. احنا بنحب الناس كلها، عايزين الناس تحبنا زي ما احنا بنحبهم، وعايزين الناس تقف جنبينا عشان نقدر نحقق لهم الامن والامان. من غيرهم طبعا مش هنقدر نحقق الامن والامان. الف سلام عليك. ربنا يخليك. تعرف مع بيك؟ المجند عادل احمد، تبع منطقة حلوان، اسم قطاع محمد ناجي الشمشيركي هيك السب. احنا كانت مأمورية عادي زي مأمورية بننزلها، بس الفرق ده لما اتعامل علينا اتضرب علينا نار فتعاملنا والحمد لله. يعني اصابتنا كانت خفيفة وقدرنا برضه نسيطر ونمسكهم. هم عيال بلطجية وحرامية بيثبتوا أي حد بيسرق عربيات وكده. هم مش حاسين بقى، كل واحد وجهة نظره. الف سلام عليكم. الف سلام عليك. وتحكي لنا كده انت اثناء المأمورية والتضحيات اللي انتوا بتقوموا بيها كرجال الشرطة، حصل ايه بالظبط معاك؟ اتعرضت لايه؟ اصابتك؟ احنا كنا داخلين على بيت، يعني راجل بيتاجر مخدرات، كنا داخلين عليه وبس وتعاملنا بضرب النار وبتاع وكده والعصر. طبعا بعد الإصابة دي انت حاسس ان انت طبعا قمت بعمل بطولي وبيقول للناس كلها قد ايه رجال الشرطة بيتعبوا. انا عايزك توجه رسالة وانت مصاب كده انك مستعد انك تضحي بدمك فداء للوطن. عايز بس تقول للناس كلها قد ايه الشرطة بتتعب عشان خاطر تأمن المواطنين في البلد. طبعا يا باشا لازم الشرطة تتعب يا باشا، كلنا فداء مصر. شكرا. رسالة للناس كلها تبين قد ايه ضابط الشرطة بيضحي، وهو ده التضحية الحقيقية. مش حاسين بيه، محدش حاسس بيها حضرتك. الشرطة محدش حاسس بيها، بيضحوا بنفسهم محدش حاسس بيهم خالص. بيتعبوا ليل ونهار شغالين، ما بياخدوش وقت راحة، بيتعبوا ليل ونهار، محدش حاسس فيهم الشعب. بيضحوا بأرواحهم بنفسهم كل يوم، هو زمايله
في الاخر انتوا بتطلبوا ايه؟ زي احمد مثال الناس اللي ضحت واللي كان في حمله النهارده خدت على بقره ابراهيميه خطر في منطقه خطر تعرض الناس لحياتهم الحمد لله من ساعه ما اتخرج حضرتك كل يوم ما فيش راحه، ما فيش شغل ليل ونهار ومش عاجب الناس. بيضحوا بأسعارهم والناس مش حاسه بيهم. كل يوم. حضرتك انت كولد الضابط احمد ايه اللي مطلوب من الناس عشان خاطر تدعم الشرطه وتحس يرحموهم شويه، يحسوا بيهم، بيتعبوا، يحسوا بيهم. يحسوا بيهم، حاسس بيهم. كل يوم بيقعوا في الشرطه ليه طيب؟ في السلامه. على الرغم من لافراد الشرطه بس، انما الشعب مش مدعم الشرطه. التضحيات اللي بيقدمها والحكومه مش داعمه الشرطه. على الرغم من التضحيات اللي بيقدمها. ما حدش حاسس بيهم خالص، ما حدش حاسس بيهم. كل رجال الشرطه بيدوا تضحيات والنهارده ابن حضرتك مثال للتضحيات اللي بيقدموها رجال الشرطه كل يوم. على الرغم من ذلك حضرتك شايفه ان الناس ما بتتعاملش مع الشرطه ولا بتدعم الشرطه. حضرتك كأم لضابط مصري مخلص وهم دول رجاله مصر الحقيقيين. هما بيشتغلوا ما حدش حاسس بيهم لا معنويا ولا ماديا ولا اي حاجه. هو بيتخرج زي اي خريج اي كليه، بيروح بيته يشتغل ويروح ينام هادي لنفسه وعايش وسط اهله، وهو حياته في خطر. بينزل صدره للنار ما حدش بيحس بيه، ما حدش في الشعب حاسس بيه. يعني حضرتك النهارده كأم توجهي رساله للناس كلها كأم لضابط مصري زي كل الامهات، تقولي ايه للناس عشان تدعم الشرطه؟ يحسوا بيهم. ده يكفي ان هم يروحوا اي حته يحضروا، يروحوا يسافروا في بلاد يحضروا، مش عارفه انتخابات يحضروا بتاع، يروحوا يناموا على ترابيزه في مدرسه، يناموا على المراتب في الارض. ما حدش حاسس بيهم، ما حدش حاسس بيهم خالص. بيعيشوا ظروف مختلفه وراضيين وساكتين وحمد ربنا، ومعنوياتهم كويسه وبيحاولوا يعملوا اللي يقدروا عليه، انما ما حدش حاسس بيهم. الشرطه كلها ما حدش. سيادة النقيب أحمد محمد نبيه أخصائي جراحة العظام بمستشفى الشرطة هيوصف لنا حالة الأبطال اللي كانوا في مأمورية النهاردة. جانا الصبح الساعة 8 الصبح 6 إصابات طلق ناري نتيجة مداهمة القوى وكر أحد المجرمين. 6 مصابين بطلق ناري، منهم واحد مصاب بطلق ناري في الفخذ مع كسر بعظمة الفخذ وشبه بتر في اصبع ايده اليمين. هو دخل رعايه، ومن رعايه العمليات على طول عملنا تثبيت للاصبع ومع استكشاف للفخذ، والحمد لله هو دلوقتي بصحه كويسه ورجع تاني الرعايه. في عسكري مصاب بطلق ناري ناتج عنه كسر بالمشتغل الخامسه اليد اليمنى. الحمد لله الإصابة مطمئنة وتعالج تحفظي بجبيرة تحت الكوع. في فرد تاني مصاب بشظية بالعين. الحمد لله هي بس عملت له نزيف تحت الملتحمة، وجاري إن شاء الله إزالة الجسم الغريب ده عن طريق الميكروسكوب. في فرد تاني مصاب بإصابة في الركبة، الحمد لله الإصابة سطحية بس هيقعد كام يوم في المستشفى تحت الملاحظة.
في فرد تاني برضه مصاب بخلع في الفك السفلي، تم رد الخلع وغطي تحت الملاحظه. الحمد لله يعني ربنا يعني احنا متعودين يعني كل يوم لازم تجي لنا الاصابات دي يعني 3 4 في اليوم، نتيجه اشتباك الشرطه المستمر مع الخارجين على القانون. هم وفي ناس بيجوا لنا مصابين مرتين وثلاثه، يعني حتى بعد ما ربنا يكتب لهم الشفاء بيرجعوا تاني بنفس العزيمه بنفس القوه علشان يطهروا المجتمع من العناصر الإجرامية. من خلال تعاملك مع المصابين اللي انت حضرتك بتشوفهم والحالات اللي بتتعرض عليك من رجال الشرطه يوميا، بتشوف حضرتك يعني كطبيب والمهنه بتاعتكم مهنه انسانيه بالدرجه الاولى، بتشوف ضابط الشرطه او مجند الشرطه او فرد الشرطه في تعامله وفي الاصابه اللي هو جاي بيها، هل بيبقى ده بينقص منه او بيحس ان هو مش عايز يرجع تاني او مش عايز يعاود العمل تاني؟ لا ده بالعكس، ده بقى بيجي مع رغم اصابته الشديده بيبقى جاي وفخور باللي عمله، بيستحمل الوجع، بيسال برضه يعني حتى في هذه اصابته بيسال عن زمايله اخبارهم ايه، حد فيهم حصل له حاجه. بصراحه يعني الواحد كل يوم بيفتخر يوم بعد يوم باللي بيعملوه افراد الشرطه. نشكر سعادتك كده في الشكر. كل ضباط الشرطه وافراد الشرطه هم اقسموا ان هم يحموا هذه البلاد في قصص التخرج، وبالتالي فاحنا بنحمي هذه البلاد، لا يعنينا اي شيء غير الله، ونحن بنحمي وطننا وبندافع عن حقوق المصريين وبنقلص الجريمة بما استطعنا به من قوة.